السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ نبدأ بالصلاة والسلام على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده جايين نعمل وصفة التومية، وهي بسيطة جدا وسهلة ومكوناتها موجودة في البيت ومضمونة وجميلة وان شاء الله هتعجبكم. عندي هنا معلقتين نشا، وخمس فصوص توم، ونص معلقه صغيره سكر، ونص معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره سكر، وليمونه، وكوبايه ميه، والزيت على حسب ما تربط معايا. ما اقدرش اقول انا عايزه قد ايه، الزيت عندي على حسب ما تربط معايا، ومعلقه خل. بس دي المكونات. مبدئيا هنعمل ايه؟ هنحط النشا كده اهو، ونحط عليها كوبايه الميه، ونقلبها على النار. بنقلب كده على النار لحد كاني بعمل مهلبيه بالظبط، لحد ما تتقل معايا. افضل اقلب بالتحريك عشان ما تعملش تكتلات، كاني بعمل مهلبيه بس بالميه مش باللبن. هي سهله جدا وبسيطه ومش محتاجه، ومضمونه. التوميه السوريه دي حاجه نظيفه معموله في البيت، مش هتاخد منك وقت خالص، والامكانيات موجوده في البيت وسهله ومش معقده. هنفضل نعمل كده لحد ما تبقى مهلبيه معايا تستوي، ونوريكم بعد كده نعمل ايه. اهو يا بنات، بيعملوا كده كأنه مهلبيه كده استوى. هخليه يبرد خالص وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يا بنات، بعد ما المهلبيه عملناها هنعمل ايه دلوقتي؟ نجيب الخمس فصوص توم نحطهم كده، ونص معلقه سكر على نص معلقه ملح على بعض، ونجيب الليمونه نعصرها، نحط معلقه الخل، زيت مبدئيا صغيرين عشان الخليط يختلط في الخلاط. اهو يا بنات، خلطنا الثوم مع الخل مع الليمون مع شويه زيت صغيرين. النشا كده بعد ما برد، لازم يكون بارد كويس، ونحطه كله كده. وهضربه واشوف عاوزه قد ايه. انا هربطه بالزيت اشوف هيربط قد ايه معايا، وهكرر الزيت هيتحط قد ايه. اديني بضرب معاكم وبحط سرسوب بسيط من الزيت لحد ما تربط معايا وتبقى تقيله اهو. المنظر وقوامها جميل وكريمي جدا ناعمه اهي. منظر التوميه هنصبها كده في الطبق اهو اهو. بصوا وهي بتتصب جميله ازاي اهي. بألف هنا وشفا على قلبكم. مكلفتناش حاجه غير حاجه بسيطه. هي دي التوميه. لو عجبكم الفيديو ما تنسناش في الشير واللايك والمشاهده، وفعلوا الجرس يصلكم كل ما يسركم، لاننا لسه قناه جديده. بجد بجد مشاهداتكم ليا واللايكات بتشجعني كتير ان انا ابعت لكم الحاجات اللي هتفيدكم ان شاء الله.